من دون أي خلفية، لا أحسبه على أي طرف ولا لأي طرف. مراد وفكرته، أو بالأحرى فكرة مراد أوافقها، وفكرة أخرى أختلف معها، وهذا أمر عادي وطبيعي مثل ما يختلف ويوافقني. أما فكرتك فأيضا ألتقي فيها معك وأوافقك في أن هناك استنفار مقصود، استنفار قد يكون حتى بأنه مخطط له، أو توجيه تقريبا سريع جدا من أجل استغفال الناس، ومن أجل إلهائهم عن قضايا حدثت في الأيام القليلة الماضية، عن تدهور، عن تراجع فكري وتراجع أخلاقي حاصل على المستوى السياسي، وعن تراجع اقتصادي، عن قانون مالية لم نسمع عنه أي شيء رغم ما يحمله من كوارث بالنسبة للجزائريين بعد شهرين من الآن. لم نسمع أي كلام أو تعليقات كثيرة جدا عن قانون المالية الجديد، وعن الزيادات المتضمنة فيه، وعن التراجع في الاستثمارات، وتراجع كبير جدا في المبالغ المخصصة لبعض القطاعات ما عدا الصحة وكذلك وزارة الدفاع. أعتقد بأن الذي يحدث الآن هو امتداد لما يحدث منذ سنوات طويلة جدا، وأتمنى أن يتجاوز الجمهور الرياضي هذه القضية تاع مدرب استقال أو أقيل كان السبب رئيس الاتحاد أم اللاعبين. المدرب، وأكرر، فهو شجاع، وإذا أقيل من طرف الاتحادية فالاتحادية شجاعة، لأنه يجب عليك أن تتخذ كمسؤول أن تتخذ القرارات في القرارات اللازمة في الوقت اللازم حتى تنقذ ما يمكن إنقاذه. الأمر يتعلق بمنتخب وطني يريد أن يحافظ على سمعته، يريد أن يتأهل للمرة الثالثة على التوالي، يريد أن يسعد عشاق الكرة وجماهيرها في وقت لا تسعدها هذه الجماهير الكثير من الأشياء في هذا الوقت بالذات. أعتقد بأن الذين تحدثوا بصدق وبنوايا حسنة عن المنتخب وعن قرار سواء المدرب أو رئيس الاتحاد مرحبا بهم، وهي أفكار متداولة حتى في الأوساط الشعبية. أما الذين لهم نوايا أخرى أو لو أنني لا أحكم على النوايا، الذين نوايا أخرى نتمنى أن يصفوا حساباتهم بطريقة أخرى، بطريقة مباشرة مع من لديهم مشاكل معهم. اليوم الحديث عن المنتخب يجب أن نتجاوزه، طيب. يجب أن نضعه عند حده ونتحدث عن الأمور الهامة في هذا المجتمع، لأن الجزائر تقوم وتتطور وتتحسن ويسعد شعبها بأمور أخرى أهم من المنتخب. يعني فوز وتأهل إلى المونديال، قد نتأهل وبعدين تأهلنا إلى البرازيل ولعبنا، وبعدين ماذا حدث؟ هل طورنا ملاعبنا؟ هل طورنا نوادينا؟ هل الرياضة الجزائرية انتعشت؟ هل تحصلنا على ميداليات أولمبية أو ميداليات في بطولات العالم؟ هل أحوالنا تغيرت مقارنة بما كانت عليه قبل 2009؟ أتحدث عن الرياضة وعن الممارسة الرياضية وعن النشاط الرياضي، عن الرياضة الجوارية، عن الرياضة المدرسية، عن الرياضة الجامعية. نحن في تراجع رهيب في المجال الرياضي حتى نبقى في المجال الرياضي، وهذا التراجع هو امتداد لتراجع آخر سياسي واقتصادي وثقافي وفكري وأخلاقي يجب أن نتفطن له جميعا، ولا نحصر النقاش في قضية رايفاتش هذا الذي جاء وذهب، مثلما سيأتي الذي بعده ويرحل. طيب، أنت كنت تشير إلى تصفية الحسابات بين السياسيين وكأنك تلمح، يعني وأنت قلت بشكل صريح يعني في تعليقك على ما قاله. لا ألمح زمانا، لا ألمح. أنت تقول بشكل صريح يعني لنسمي الأشياء بمسمياتها. وكنت كتبت بشكل صريح عن تعليق سعداني عن ما يخص الجنرال توفيق. كان هناك تعليق كاريكاتير لافت بالمناسبة في صحيفة الوطن ثاني يوم. سعداني قيل له بأنه المدرب الصربي هو المسؤول عن تعثر المنتخب الوطني، قال لا، الجنرال توفيق. طبعا اكيد نحمل الرجل كل هموم الجزائر، ليس فقط هو من كان وراء مجيء رايفاتش، ولكن هو الذي كان وراء، يقال حتى انه بانه هو الذي كان وراء ادخال المدافع الايمن هذا كان اساسي في مباراة البارحة، مثل ما كان هو وراء كل هموم الجزائر. يعني هذا هروب الى الامام بغض النظر عن عن هذا الشخص. اكيد هناك من يقول الاكيد انه كان عمار غول يلعب معه كرة القدم يعني. لا بعدين مثلا وكثيرين ونصب كثيرين، اليس كذلك عبد الدراجي؟ هناك من يتحدث عن جزائي توفيقار على وزن سينيمار، يعني الجنرال توفيق لعب دورا في معمار النظام مثل سينيمار بذلك المثل، اليس كذلك؟ أليس جزاء توفيقار في النهاية أن ينتقده سعداني الذي يوصف بأنه أحد صنيعة من صنائع السحر انقلب على الساحر لمنظومة الديارات؟ ماذا لو قلت لك يا سي جمال بأن
الجنرال توفيق كان وراء تأهل الجزائر إلى مونديال 2014 في البرازيل، وقبلها إلى مونديال 2010 في جنوب إفريقيا. ماذا لو قلت لك هذا؟ تقول لي كيف؟ ابحث وسترى. ما تخلينيش نتكلم على امور. من كان يستغل اذا كرة القدم ليس السلطة، اذا الجنرال توفيق. انا قلت لك ماذا لو قلت لك كرة القدم بالاحرى. انا قلت لك ماذا لو قلت لك بانه كان وراء تاهل الجزائر الى مونديال 2010 وكذلك الى مونديال 2014، ما دام كانوا يقولون بان الرئيس هو الذي كان وراء تاهل المنتخب الجزائري الى مونديال 2014. يعني انت لما تختزل مجهودات جماهير ومجهودات لاعبين ومجهودات طاقم فني وطاقم اداري، تختزلها في شخص رجل واحد، سواء كان الجنرال توفيق او الرئيس، او لما تختزل اي انجاز في هذا الجزائر في شخص رجل واحد، فانت تحتقر هذا الشعب وتحتقر هؤلاء الذين بذلوا هذا الجهد. ليس لاي كان مهما كان اي فضل على هذا الجزائر، كل واحد كان عنده دوره وضع حجره ولبنه، يجب ان نقدر مجهودات الرجال والمجهود، ولكن لا نختزل الجزائر في شخص رجل واحد مهما كان. يعني احنا مروا على الجزائر ناس عظماء، اقول مروا على الجزائر ناس عظماء سواء اثناء الثوره او بعد الاستقلال، ولكن انا لا اذكر بانهم قرونا في يوم ما بان الجزائر بناها فقط بن بله او فقط بومدين او فقط حررها العربي بن مهيدي او ديدوش مراد او حسيبه او فقط هؤلاء، بل كلهم حرروها، بما في ذلك اولياءنا وابائنا وامهاتنا واجدادنا الذين لولاهم ايضا لما تمكن عميروش والحواس وغيرهم بان يصنعوا ثوره، لانهم رموها الى الشارع. الجزائر لم يبنيها بومدين وحده، ولم يبنيها بن بله ولا شادلي ولا زروال ولا بوتفليقه. الجزائر بنيت بسواعد كل ابنائها، بنات وسيدات. فعيب ان نختزل الجزائر هذه بهذا التنوع، بهذا الثراء، بهذا الغنى، نختزلها في شخص رجل واحد مهما كان. اذا الحديث عن مثل هذه الامور او نختزلها حتى في اساءه، اختزال مشاكل الجزائر في رجل واحد او اختزال مجهودات الجزائر في رجل واحد، ايضا هذا تخلف لما بعده تخلف من ناس متخلفين. خليني نقول لك متخلفين عندما يتبوؤون مناصب ويصبحون يتحدثون باسم الشعب ويتحدثون الى هذا الشعب الذي هو بحاجه الى خطاب مختلف تماما عن الخطابات الموجوده اليوم، الى خطاب جامع. يتحدثون عن المصالحه ويتحدثون عن الوئام ويتحدثون عن الحب. يلا اعطونا خطاب، هذا الخطاب الجامع، هذا الخطاب المطمئن، هذا الخطاب الذي فيه الكثير من الامل، لانه مسؤوليتكم ايضا ان تشعوا هذا الامل في نفوس ابناء هذا الوطن، سواء من عشاق المنتخب او من عشاق الجزائر، سواء من عشاق الاقتصاد والفلاحه والثقافه والصناعه والصحه. يجب ان نشع هذا في نفوس كل أبنائنا بطريقة سلسة، من دون حقد، من دون كراهية. للأسف الشديد نحن نكبر ويكبر معنا هذا الحقد وتكبر معنا هذه الكراهية التي سنورثها لأبنائها للأسف الشديد لو استمرت. شكرا لك حفيظ دراجي الإعلامي والمعلق الرياضي. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.